الفرنسية المغربية الجزائرية ولعبة التوازنات الصعبة لفرنسا بين الجزائر والمغرب، وذلك على خلفية انتهاء مهمة السفير المغربي في فرنسا دون أن يتم تعيين خلف له، في سياق جفاء بين الرباط وباريس، وأيضا استدعاء الجزائر من جهتها لسفيرها في فرنسا للتشاور احتجاجا على ما وصفتها بعملية إجلاء سرية عبر تونس للناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي. رغم حرصها الشديد على ترتيب الأجواء في لعبة توازنات توصف بالصعبة وقد تكاد تكون مستحيلة، فرنسا لم تنل في هذه المرحلة على الأقل لا رضا الجزائر ولا رضا المغرب، والأوضاع تبدو متوترة مع البلدين. فرنسا دائما هناك مخارج لها مع العلاقة مع المغرب أو العلاقة مع الجزائر، لكن من وقت إلى آخر نجد أن هناك تصادم بين المصالح. المشكلة الأكبر لفرنسا عندما تكون هناك مصلحة جزائرية ومغربية على طرف واحد، فبالتالي صعب على فرنسا أن تختار، صعب على فرنسا أن تخبر الطرف الآخر أنه أنا اخترت أن أقف إلى جانب الطرف المغربي أو أن أقف إلى جانب الطرف الجزائري. الآن هناك قضيتين مختلفتين، قضية تهم الجزائر وقضية تهم المغرب، وعلى فرنسا أن تأخذ موقف واضح إن كان من الجزائر أو تأخذ من المغرب العربي. لكن أنا برأيي فرنسا دائما هي قادرة على إيجاد الحلول، ولكن هي لعبة صعبة ولا تحسد عليه الآن فرنسا. شد وجذب ولا وفاق رغم الحرص على الاتفاق. سيد ماجد نعمة، صحفي والكاتب السياسي المختص في الشأن الأفريقي، تعليقك أنت على لعبة التوازن الدقيق وصعب لفرنسا بين الجزائر والمغرب تحديدا؟ يعني ما نشهده حاليا في توتر في العلاقات بين فرنسا والمغرب يعود بالدرجة الأولى بقضيتين. أولا قضية الصحراء وفرنسا، السبب ليس الجزائر في التوتر المغربي. يعني هناك قضية الصحراء، موقف فرنسا المبدئي ولا أقول العملي، المبدئي، وعبر عنه الرئيس السابق أولاند عندما كان في زيارة دولة إلى الجزائر أمام مجلسي النواب والشيوخ. قال الأمم المتحدة، كل الأمم المتحدة ولا شيء غير الأمم المتحدة، أي القانون الدولي. هذه النقطة بالتدقيق. نحن سمعنا عن لوبي، يعني عن لوبي إسرائيلي يدعم المغرب في قراره. الرئيس الفرنسي المغرب يتهم الآخرين بدل أن يرى ماذا فعل. هو أفسد النواب، دفع لهم، وهذا القضاء البلجيكي هو الذي يهتم بذلك. والقضاء البلجيكي حتى هذه اللحظة تحقيقات ما زالت جارية منذ 20 عام لم يصدر عن البرلمان الأوروبي أي تقرير ضد المغرب. كانوا يرشوا النواب، والآن انفجرت هذه المغرب أيضا. نزل كلام هذه اتهامات ولا دليل عليها حتى الآن، في انتظار أن يحكم القضاء. تحقيقات جارية، ولكن هناك من وضعوا حتى نلتزم بالحذر. هناك من وضعوا بالسجن. هناك إضافة إلى ذلك عملية التجسس، بيكاسوس تجسسوا على الدولة الفرنسية. السياسة المغربية التي أدت إلى هذا الجفاء طبعا بكل تأكيد. يعني أنت تتجسس على رئيس الجمهورية وعلى الوزراء والمسؤولين وتريد أن يتفرجوا على ذلك. ستجيب على هذه النقطة تحديدا. أكيد. أنا ما دام نحن في أمام قضاء، وما دام هناك اتهامات، وما دام بعد الاتهامات بالتجسس كان هناك زيارات على مستوى رفيع من الحكومة الفرنسية إلى المغرب، فيتغض الطرف عن هذا أو ممكن تكون غير موجودة. برجع بقول الآن المغرب يعني هناك يعني يريد أن يحذو حذف الجزائر. الجزائر دائما تضغط على الحكومة الفرنسية في أن ترسم خريطة جديدة بالتعامل والند وليست هي الحديقة الخلفية لفرنسا. المغرب يريد ذلك أيضا. مثل لك هناك بمعنى تحديدا في هذه النقطة، هل الإشكال فيما يصفه البعض بمحاولة المغرب فرض رؤيته بشأن ملف الصحراء الغربية؟ لو موند الفرنسية كتبت الرباط التي يقودها شعور بالقوة منذ اعتراف واشنطن بسيادتها على الصحراء الغربية تواجه صعوبة في فقدان وضعها كحليف متميز لفرنسا. البعض ربما يرى أنه ثمة محاولة لإجبار فرنسا على أن حذو إسبانيا وألمانيا. هل هذا هو الإشكال؟ هذا اللي تريده هي يعني المغرب الآن كان شريك ند في أفريقيا للفرنسيين، إضافة أنه تريد المغرب أن تحصل على مكاسب، وإحدى هذه المكاسب أن حذو إسبانيا، وفرنسا تعترف بحق المغرب في الصحراء الغربية. القضية هي قضية أولا بالنسبة للعلاقات الدولية والقانون الدولي.
الجزائر متمسكة بذلك، والقارة الأفريقية متمسكة بذلك، عدم جواز المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار. هذا مبدأ الثبات والاستقرار في القارة الأفريقية وفي العالم العربي، وليس فقط. إذا كان كل دولة تريد أن تحتل الأخرى لأنه تاريخيا كانت جزء منها. نتحدث عن نزاع على الصحراء الغربية طبعا، نتكلم عن مفتوح لدى الأمم. إضافة إلى ذلك، يعني تعقيبا على ما قلت، تعقيبا على العلاقات، على موقف ألمانيا وأسبانيا. حتى الآن أسبانيا تقول العودة إلى الأمم المتحدة، يعني معناتها أنه، ولكن تأييد أيضا للطرح المغربي في ثلاث طبعا الذاتي، وهذا من وراء اعتراف حكيم في 3 طروحات. أولا ضم المغرب، الحكم الذاتي، الاستقلال، ولكن هذه الخيارات الثلاثة يجب أن يستشار الشعب الصحراوي فيها. طيب، ولكن موقف إسبانيا كان واضحا بشأن دعم موقف المغرب حتى من خلال لا يعني واضح ملغوما، هذا اعتراف ملغوم. حتى الولايات المتحدة طبعا أخذت من المغرب الاعتراف بإسرائيل بدون أي مقابل، وقالت بمغربية الصحراء، ولكن طلبت من الأمم المتحدة أن تستمر بمهمتها. إذا كانت محسومة الأمر لماذا تأتي لك الأمم المتحدة؟ على كل يعني أحيانا لما المغرب عم تطلب من فرنسا هناك استجابة فرنسية، فبالتالي أنا يفترض على المغرب يقدر الدور الفرنسي، لأنه هذا شيء يتعلق بحقوق الإنسان. وموقف فرنسا ثابت بشأن الصحراء أكيد. الغربية. هل يمكن تدارك هذا الصدع من وجهة نظرك أيضا في هذه الفترة ما بين المغرب وفرنسا سيد مجنون؟ لا، إذا كان بالنسبة للصحراء الغربية هذا غير وارد. لا ليس بتقديم تنازلات، ولكن ربما محاولة لترتيب الأجواء حتى ولا بالاعتراف. يعني رأيت ما جرى لإسبانيا عندما اعترفت نصف اعتراف بمغربية الصحراء، قطعت الغاز عن إسبانيا ووجهته نحو إيطاليا. يعني هناك مصالح أيضا. الجزائر هي الشريك الأول فرنسا هي الشريك الأول للجزائر اقتصاديا حتى الآن. يعني البلدين لديهما مصالح كبيرة. بالنسبة لاتفاقية الصيد التي وقعت عليها المفوضية الأوروبية، جاءت المحكمة الأوروبية ورفضت ذلك. السياسة الفرنسية الدبلوماسية الفرنسية هل ستسعى اليوم من خلال زيارة الرئيس ماكرون، ولا إن تأجلت إلى التقريب بين وجهات النظر في العلاقات الفرنسية المغربية؟ باختصار يعني أولا المغرب هو الذي بحاجة إلى فرنسا وليست فرنسا بحاجة. فرنسا هي يعني المغرب، لأن الاستثمارات الفرنسية كبيرة جدا في المغرب. أنت تعرف ذلك. الشركات الكبرى الفرنسية موجودة، بينما هي ليست موجودة في الجزائر يعني بكل بساطة. يعني لذلك فرنسا مضطرة أن تأخذ موقفا موضوعيا في العلاقات الدولية، وخاصة بالنسبة للقانون الدولي. خاصة بالنسبة للقانون الدولي. وفي هذا السياق تحديدا من حيث انتهيت، فرنسا تقول أنه ما وصف برفض الاستسلام لرغبة المغرب في ملف الصحراء الغربية لا يعني بالضرورة حرصها على عدم إغضاب الجزائر، لأنه في استناد إلى القانون الدولي. الجزائر التي غاضبة أيضا من فرنسا على خلفية قضية الناشطة أميرة بوراوي، ما حجم الضرر الذي لحق بالعلاقات الفرنسية الجزائرية في هذه المرحلة؟ أنا برأيي المخيف هو حاليا هو الضرر بين العلاقات المغاربية الفرنسية وليس الضرر بين العلاقات الجزائرية الفرنسية. لا، نحن شفنا تناوب على أعوذ بالله. لا، شفنا رؤساء في مجلسين نواب، في حكومة، أنا لا أدافع عن في ديمقراطية أكثر من المغرب 100 مرة. الديمقراطية المغرب يعتمدها، لكن في الجزائر لا يمكن المقارنة بيناتهم. لا أعوذ. هذا يعني أرجوك، ليس لنا نقيم من المغرب أو أقل من المغرب، ولكن لكل بلد مؤسسات. لا نقيم من هو أكثر ديمقراطية من الآخر، لكل بلد مؤسسات. والدليل أنه الاستثمارات في فرنسا هي أكثر في المغرب منا بالجزائر، فبالتالي هي تثق. يعني نحن بنعرف المستثمر يثق باستثماراته، فبالتالي هناك دولة قانون أكثر ممكن تكون. من يتحمل مسؤولية هذا الفصل الجديد الذي كان ربما بالإمكان يقول البعض تفاديه من التأزم في العلاقات الفرنسية الجزائرية؟ في قضية الناشطة. أنا لا أفهم الآن غضب الجزائر لماذا. يعني هي غدرت من تونس
تونس، لم تغادر من الجزائر، حتى لو كان هناك اتهام بأنه هي عملية استخباراتية، لا، صدرت بحكم قضائي بالأول منع من السفر، حكم القضائي بعد ما طلعت أخذ موافقة الرئيس التونسي فسمح لها في السفر. يعني وين لعبة فرنسا؟ وين مسؤولية وفرنسا فرنسا؟ تتحدث عن حماية قنصلية لرعيتها تحديدا هذه القضية. القانون الفرنسي والجزائري عندما يحمل الشخص جنسيتين فرنسية وجزائر، عندما يكون مزدوج بالجزائر لا يعترف إلا بالجنسية الجزائرية، وعندما يكون في فرنسا لا يعترف. هذا القانون أي شخص يأخذ الجنسية يحصل على جنسية في فرنسا يقولون له نؤمن لك الحماية إلا في بلدك الأصلي. هي لم تكن في الجزائر. هل في المسألة فعلا هربت من الجزائر ثم هربت من العدالة التونسية بتدخل من المخابرات الفرنسية. وهنا أريد أن أعرف يعني عندما تصدر وكالة الأنباء الجزائرية بخبر أنه البلطجية الفرنسية يحاولون إفساد العلاقات الفرنسية الجزائرية بشكل دائم، معنى ذا الاتهام هو لبعض الأوساط. وإذا لم يتم إصلاح البين بين فرنسا والجزائر في عهد ماكرون فلن يتم إصلاحها أبدا، لأن ماكرون بحاجة إلى الجزائر بالنسبة لسياسته الأفريقية، بسياسة الأمن في أفريقيا، بالنسبة لمالي، بالنسبة لتشاد، لكل هذه الدول. ورسميا فرنسا تريد مواصلة تعميق العلاقات مع الجزائر رغم قضية أميرة بوراوي، هذا وفق مسؤول فرنسي. الذي يطرحه البعض، هل ستراهن فرنسا أكثر على الجزائر أم أنها ستصلح ذات بينها مع المغرب، أم أنها ربما في خيار ثالث وأخير ستعود إلى لعبة التوازنات الصعبة والهشة بين البلدين؟ فهمت سؤالي؟ طبعا الجزائر لم تنتظر هذه الأزمة واستدعاء السفير الجزائري من لكي تنوع شراكاتها. لا، ستحاول فرنسا أن ترضي كلا البلدين من خلال لعبة توازنات دقيقة صعبة هشة غير مضمونة. عليها أن تحترم القانون الدولي نقطة على السطر. عليها أن تحترم، ولكن ما هي توقعاتك؟ ما الذي من وجهة نظرك ما الذي ستقوم به فرنسا؟ هل ستدفع أكثر نحو المراهنة على الجزائر؟ أولا سيظهر التحقيق حول هذه القضية، كما ما أنت تفضلت قلت أنه نطور التحقيق، أنت عم تستبق التحرير وتقول ما صار شيء. أنا أطلب منكم جميعا ننتظر نتائج التحقيق. المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا يمكن أن ينتهي الكلام جزافا، خاصة أننا نتحدث عن دول. أكيد بده في تحقيق وفي يعني في لوبي بالفرنسا ضد العلاقات الجيدة مع الجزائر. ما أكيد في لوبي، يعني هلا في لوبي قوي وهو عم يضغط وعم يخرب العلاقات.